الواحد ما كانش عايش. يعني انت مبسوط؟ تصدقيني لو قلت لك ان انا عمري ما عرفت كلمه الانبساط غير النهارده. انا طول عمري الانبساط بالنسبه لي هو البوكس، اللعبه اللي كنت بهرب ليها من اي حاجه. انا اتولدت من جديد على ايديك يا روح. ماشي يا عم، كل بعلي حلاوه. اللي يشوفك ما يقولش انك كنت متجوز ومدوب قلوب الفنانات. فنانات. عارفه لما يكون الواحد قدامه اكل هو مش حابه ولا هو عايزه، بس هو مجبر عليه، مفيش حاجه قدامه. انا كنت كده. ابو الحاج منصور كان يقول لي دايما كلمه حلوه قوي. ايه هي بقى؟ ايه؟ اللي ما دقش المارون جلاسيه يقول على الجمبري تفاح. يعني انا بقى المارون جلاسيه؟ انت مارون جلاسيه قلبي. طب بس بقى عشان احنا مش لوحدنا. مش لوحدنا، احنا في الطل. وبعدين انت مراتي. ايوه، يعني انت عايز ايه؟ عايز اقول لك بحبك. عزازي مش هيجيبها البر يا منصور. هو خلاص حط ايده على قرار الحكايه. القبلس ده جالي في وقت مش وقته خالص. دماغي مشغولة بمليون حاجة، مصايب ناس ده فوق راسي ترف واحدة ورا التانية. كل ده بسبب اللي عملناه زمان يا المص. كل ده ذنب فيروز. ما تجيبش سيرتها على لسانك تاني. وبعدين ما احنا ربنا لها ابنها اهو احسن تربيه، ما كانتش تحلم بيها. وفي الاخر انت خدت ايه؟ اتمرد عليك، وهو سبب المشاكل اللي احنا فيها دي. علي طول عمره في ظهري يا المص. مش معنى ان انا ضاغط او شادد عليه شويه ابقى كرهته. في الاول وفي الاخر علي ده يبقى ابني. عارفه يعني ايه ابني؟ يعني مهما زعلت منه مش ممكن ابدا اكرهه. تكرهه تحبه مش فارق. اللي فارق دلوقتي ازاي نخلص من حوار عزازي، نقطع عرق ونسيح دمه. لا، دم تاني لا يا المص، لا. انا قصدي ان احنا خايفين على الفاضي. فيها ايه لما نعرف علي على عزازي ونقول له ان ده ابن فيروز، وان فيروز جت رميته وتفشط. قعدنا ندور عليها ما لقيناهاش، فص ملح ودابت. ودي هتدخل على عزازي؟ هيشتريها منك؟ عزازي خرج من السجن لقى نفسه لوحده، لا عنده عيلة ولا عنده حد يسأل عليه، مقطوع من شجرة. ما صدق يلاقي عيل يتعكز عليه. عايز علي يقول له الحمد لله على السلامة يا خال، ازيك يا خال. يا ريتها ترسى على كده، كان يبقى مفيش مشاكل. المصيبة بقى لو بخ في ودن علي وقال له ان احنا السبب في موت امه. علي ساعتها مش هيسكت وهيطربق الدنيا فوق دماغنا. وانا مش عايز اخسر علي، مش عايز اخسر ابني خالص. وايه اللي يثبت ان احنا قتلنا فيروز؟ جثتها هتطلع من تحت الارض وتعترف علينا؟ العيار اللي ما يصيبش يدوش. يبقى ملهاش الا حل واحد، يا نخلص من عزازي يا عزازي هو اللي هيخلص مننا. مين؟ ايوه مين؟ يا نهار ابوك يا اسود، انت عملت ايه؟ مش وقت ندب دلوقتي، تعال نقلب المكان ونغب من هنا. يلا. الوليه دي هنعمل فيها ايه؟ اكيد مش هنطلب لها الاسعاف. خلص خلينا نخلق. يلا. يلا يلا. هي كلمة واحدة ورد غطاها.
علي كلايف فين؟ لا بقول لك ايه، ابلع ريقك كده، انا ما بخافش غير من اللي خلقني، وممكن دلوقتي الم عليك خلق الله. ريحيني وانا هريحك وهنمشي دغري. انا رحت له الحته، عرفت انه ما ظهرش من امبارح، وعرفت كمان ان سره معاكي. كان زمان وجبر يا عينيا قبل ما المحروسه بتاعتك تطلع لي في المقدر جديد. يبقى أمنية اللي عارفة مكانها، عشان اللي في عب روح دايما في حجرك. روح ولا كلمتني ولا اعرف عنها حاجه. طب شوفي يا فنانة، أنا عارف إن أنت دايبة في شباك علي، وأنا عايز أختي عشان الراجل اللي كان هيكتب عليها. يعني إحنا بالصلاة على النبي كده مصلحتنا كلنا واحدة. عرفيني مكانهم وأنا وعدك روح مش هتشوف علي لآخر يوم في عمره. شوف بقى، انا علي قطع معايا كل حاجه بسبب اختك، بس عموما علي عنده شقه بيروحها لما بيكون متخانق مع مراته. حلو قوي، ادينا العنوان ويبقى كتر خيرك. يا علي. ايه يا حبيبتي؟ ميادة. عاوز ايه دي؟ رد. لا انا مش عايز وجع دماغ، انا مبسوط ومش عاوز حاجه تعكر مزاجي. يمكن تكون محتاجة حاجة. يا ميادة. الحاجة بسرعة يا علي. ابوس ايدك، دخلت لقيته مقتولة. بتقولي ايه؟ لقيتها مقتولة يا علي. لقيتها مقتولة. بسرعة بسرعة والنبي، بسرعة يلا. طب انا هتحرك واجيلك مسافه السكه بقى عندك، كلمي خالك منصور على ما اوصل. في ايه؟ عمتي فاتن ميادة دخلت لقيتها مقتوله في شقتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. طب يلا نروح لهم. انا غير هدومي واتحرك. أنا هاجي معاك، مستحيل أقعد هنا لوحدي. لا اله الا الله. ايه في ايه؟ طيب يا اللي بتخبط، في ايه يا ابني؟ عامل ازعينا ليه؟ يا ست المص، لقوا الست فاتن سايحه بدمها جوه شقتها. فاتن؟ يا باشا اللي بتعملوه ده مش هينفع، انتوا كده هتجيبوا لي مصيبه. الناس لو عرفوا اللي انتوا بتعملوه ده في شقه علي كلاي مش هيسيبوكوا تخرجوا من هنا. اكسروا الباب. يعني كانوا هنا ومشوا. نقعد ونستناهم. ما يروحوا فين يعني؟ لازم نمشي بسرعة، مش عايزين وجع دماغ مع الحكومة. تعالى. نعم. بيجي امتى؟ طلاق 3 ما اعرف. هو زي ما قلت حضرتك كده، هو جه ومعاه واحده ست بفستان الفرح وبعد كده خدها ومشي. يلا بينا. ايه اللي حصل يا سيف؟ محدش عارف. الحاجة علي يا أمي، يا علي قتلوها، سابتني لوحدي يا علي. اهدي يا ميادة، اهدي، ربنا يرحمها ويحسن اليها. انا جنبك، احنا كلنا جنبك.
ما عرفتوش مين اللي عمل كده؟ لسه بيحققوا ويفرغوا الكاميرات اللي حوالين البيت. هو الظابط شكك ان حد سرقها ولما قومته قتلها. وفي حاجه اتسرقت؟ ميادة بتقول ان الفلوس والدهب ما كانوش موجودين، والمباحث بتقول ان حد ضربها على دماغها. تفتكر مين ليه مصلحه يعمل كده يا علي؟ وانا اعرف من ايه؟ يعني انت ما اتضايقتش لما هزيتك ورميت لك حاجتك في الشارع وفجاه كده اختفيت ورجعت دلوقتي؟ مش غريبه دي يا علي؟ انت بترمي عليها ماهر. ماهر ده لا وقته ولا مكانه. البوليس بيحقق وهيعرف الحقيقة. لو سمحت يا باشا، احنا ممكن نستلم اختي؟ سيادتك عارف ان اكرام الميت دفنه. دلوقتي للاسف مش هينفع. الصبح باذن الله يكون تقرير الطب الشرعي اكتمل، ولو سمحتم دلوقتي تقدروا تفضلوا. البقاء لله. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. علي عايزك في كلمتين. انا مبقاش ليا غيرك يا علي. انا طول عمري ما كانش ليا غيرك انت وامي الله يرحمها، ودلوقتي هي ماتت وسابتني. انت مش هتسيبني يا علي صح؟ اي حاجه تحتاجيها هتلاقيني جنبك، بس في حاجه الاول يعني لازم تعرفيها. في حاجه انت لازم تعرفها. انا هتغير يا علي. وصيه امي ليا قبل ما تموت قالت لي لازم تتغيري يا ميادة، لازم تغيري طريقتك واسلوبك مع علي، وانا هتغير. يا ميادة بس انا عايز افهمك على حاجه. ما تقولش حاجه خالص. انا محتاجه لك يا علي، محتاجه لك وماليش غيرك. بحبك. شوف يا ميادة، انا بعزك وزي ما وعدتك اي وقت هتحتاجيني هتلاقيني جنبك، بس ما بقاش فيها رجوع. انا خلاص اتجوزت. انت بتقول ايه؟ انا عارف اني ما ينفعش اقول لك كده في الظرف اللي انت فيه دلوقتي، بس انا ما اقدرش اكذب ولا اخبي عليكي. علي ما ينفعش يا ابني تفضل معانا للدرجه دي. يلا تعالى معانا وهات مراتك يلا. دي طليقتي ودي مراتي.